اقول لهم بكره هعمل كرومب، لا قومي اعمليه دلوقتي عشان ناخده في اللانش بوكس. انا مش مصدقه، بس هعمل الساعه 10 بالليل حله كرومب تستاهل بقكم. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بختار الكرومب عندي تكون كده مبططه وسرحه وما تكونش فيها ثنايات كتير، وبعدين بجيب احمى سكينه عندي وابدا اقطعها وافرغ قلبها من النص بالطريقه دي. وده ليه بقى يا جماعه؟ علشان اسهل عندي عمليه تقطيع الورق من غير ما اخسر ورقايه واحده، ودي اسهل واعظم طريقه علشان تقطعوا بيها الكرومب وتسلقوه بطريقه سهله جدا. طبعا دي طريقه ماما حبيبتي ربنا يخليها لي، استاذه في المحشي زي اي ام مصريه. قطعت هنا بقى كل الورق معايا من غير ما اخسر ورقايه واحده. بكون مجهزه بقى ميه على البوتاجاز تكون بتغلي طبعا، وبحط فيها حاجتين، ملح وكمون. وبعدين ابدا بقى احط 3 ورقات ب3 ورقات، وفي اقل من دقيقه بكون مطلعهم. محضره مصفى، بحط عندي هنا الورق في قلب المصفى وبعدين اشطفه. مهم جدا يا جماعه ان انتوا تشطفوا ورق الكرنب بعد ما تخرجوه من الميه السخنه دي علشان توقفوا سواه وما يتهريش معاكم. مش بعد كل ده نيجي نقطع الورق نلاقيه اتهرى معانا وما نعرفش نحشيه. بكرر بقى هنا عندي العمليه لحد ما عندي الكرنبايه تخلص، وبعدين اخد بقى عندي ورقه وابدا اتنيها بالشكل ده علشان اقطعها. ودي برضو اسهل واعظم طريقه علشان تقطعوا بيها ورق الكرنب بطريقه سهله جدا. وبعدين بعد ما بتخلص عندي هنا من العرق اللي موجود في قلب الورقه ببدا اتني بقى وارول عندي هنا ورق الكرنب من الناحيه المقفوله. وبعدين بعد ما برول بالشكل ده ابدا بقى اقطعه، ومن غير بقى مسطره وحساب مثلثات وهندسه هتلاقي عندك الورق بيتقطع بسهوله جدا، وكل ورقيه قد اختها بالظبط. ليه؟ لانك انت بتقطعيه على ايديكي بالشكل اللي انت عايزاه. عايزه مثلا قد 4 صوابع زي ما انا عامله كده، عايزه اكتر، عايزه اقل، براحتك خالص. انت بقى ومزاجك وبتحبي الورقه بتاعه الكرنب عندك عامله ازاي. المهم بيطلع كله قد بعض بالظبط، مفيش عندك ورقه بتخسريها. انت متخيله يعني ايه تعملي كرنبايه بحالها من غير ما تخسري منها ورقه؟ تعالوا اقول لكم الطريقه تاني واحده واحده علشان الناس اللي اول مره تعمل كرنب. بجيب الورقه بعد ما بسلقها وبقطع عندي هنا العرق، وبعدين برولها من الحته المقفوله لحد الحته المفتوحه، وبعدين بيبقى عندي هنا الرول زي ما انتم شايفين ابدا اقطعه بالسكينه. خلاص خلصنا تقطيع الورق، نيجي بقى نعمل الخلطه. خلطتي يا جماعه خطيره. طبعا بصل كتير في زيت بس ما بحط سمنه ولا زبده دلوقتي خالص، وبعدين بس بسيبه يدبل، لا بيلون ولا اي حاجه. وابدا اعمل عندي هنا الصلصه. الطماطم بضربها في الكبه لازم تكون محتحته. بحط 3 حاجات بس، نعناع فريش ولو عندك جاف تمام، عندي كرفس بيخلي ريحه المحشي خطير، وقرن فلفل حامي مش هيأثر والله في الطعم بس هيديله نكهه خطيره. ودي عندي بقى هنا الصلصه تمام. وبعدين طبعا هحط صلصه عادي معلبه. انا عملت تقريبا كيلو طماطم وحطيت كمان نص برطمان صلصه. واحط بقى ملح، كمون، فلفل اسود، 7 بهارات، حبهان مطحون، وادعوا لي يا جماعه وبابريكا كمان عشان اللون. بس عندك البهارات البسيطه دي هي اللي بتحلي لك المحشي. حبهان مطحون خطير، وطبعا 7 بهارات، ملح وكمون وفلفل اسود، بس كده. وبعدين الخضره بقطعها على ايدي. اوعوا تحطوا الخضره في الكبه، حلاوتها وهي متقطعه. بعد بقى ما بخلص عندي هنا التسبيكه بتاعه المحشي بسيبها طبعا لحد ما تبقبق، بسيبها احطها في صينيه وتبرد. اغسل بقى الرز واحطه، وكمان عندي هنا احط الخضره. مهم جدا لما الصلصه عندي تبرد اوعوا تحطوا يا جماعه الخضره على الصلصه وهي لسه سخنه علشان هتسود معاكم. يلا نحشي. طبعا في ناس بتحب عندي هنا جدا الورق الاخضر، فبحتفظ بيه ومش برميه ابدا وبحشيه. طبعا الحشو مفيش اسهل منه، انا بحب احشي على ايدي. ده الموضوع سهل جدا، بتاخدوا ورقه وتبداوا تحشوا وتلفوا. طبعا ما نقفلهاش من الجناب ولا اي حاجه يا جماعه. المحشي عادي بيقفل نفسه بنفسه زي ما تقولوليش، بس هو الكرنب كده غير ورق العنب خالص. نيجي بقى لترصيص الحله. انتوا عارفين ان ترصيص الحله ده اهم عامل لتسويه المحشي مظبوط. بصوا انا برصص ازاي،
كل صف عكس التاني لحد ما بخلص الحله عندي. نيجي بقى للمرقه. مهم جدا يا جماعه ان المرقه تكون مغطيه المحشي، وهقول لكم المرقه عباره عن ايه. بس مهم جدا انا لما احط المرقه اهز عندي الحله واحط تاني، اهز عندي الحله واحط ده مهم جدا جدا جدا. المرقه عباره عن عندكم شوربه وحطوا عليها مكعبات مرق الخضروات هتديكوا احلى مرقه. وبس كده. بحب اقطع طبعا فلفل حار على الوش، وبحط كمان شطه في قلب المرقه، وكمان بحط زبده على الوش. ودي بقى احلى طريقه يا جماعه لمحشي الكرنب هتجربوه. اي نعم انا وقفت اكتر من 3 ساعات علشان اسلق الكرنبه، عشان كنت جايبه كرنبتين، اسلق الكرنبتين واقطعهم واحشيهم. بس عايزه اقول لكم كنت مبسوطه قوي بالنتيجه. كان وحشني بطريقه يا جماعه محشي الكرنب ده، يا انتوا مش متخيلين كان وحشني قد ايه. عايزه اقول لكم تاني يوم الولاد اخدوا معاهم في اللانش بوكس محشي واتبسطوا بيه جدا. يلا جربوها، هستنى رايكم.